دورنا أن نحمي المواطن ومدخول المواطن ومدخرات المواطن من أن تأخذه الدولة لتسد عجز الميزانية نتيجة الفساد والتجاوز على المال العام. وهذا إن شاء الله سيحصل، حصلنا على ثقة الكويتيين. لن يمس جيب المواطن. الذي يقول سيمس جيب المواطن نقول لا، لن يمس جيب المواطن. سنكف أيدي الفاسدين من العبث بالأموال العامة، ولن تحتاج الدولة والحكومة إلى أموال المواطنين. سيبقى المواطن دخله له ولأسرته ولعائلته حتى نوفر له العيش الكريم. إحنا مع الترشيد. يقول لك نبي الرشد، نعم، وعهم، وعي المواطنين بالترشيد في الكهرباء والماء. ومن قال ان المواطنين هم اللي يسرفون؟ من قال؟ من قال؟ في 3 ملايين وافد، في شركات قطاع خاص، في كثير يستهلك الماء والكهرباء، وليس المواطن فقط. المواطن اصلا حريص على انه يوفر من فاتوره الكهرباء. وانظر الى فواتير الكويتيين في الكهرباء والماء، ستجدها جدا معقوله الاستهلاك. اذهب الى الاستهلاك الحقيقي ورشد الاستهلاك، واترك المواطن الكويتي بعيدا عن التضييق عليه في معيشته ومدخراته.